رسالة من وإلى جمهور الأهلي. مين فيكم ما يفتكرش سكواد ريال مدريد من 2002 ل 2008؟ سكواد ما كانش فيه غلطة، ده حتى كانوا واخدين نجم غريمهم التقليدي برشلونة لويس فيجو. سكواد كل الصحافة والإعلام قال لك هيهز أوروبا، ومع ذلك ما عملش حاجة. واعتقد ده بيفكرنا باللي حصل مع الأهلي دلوقتي. أول ما جبنا كم من النجوم ده قلنا بس احنا أي ماتش داخلينه نشوف هنجيب ايه بعد الثلاث اجوان بقى، وده ما حصلش ومش هيحصل، لان مش كتر النجوم هو اللي بيعمل اداء كويس ولا بيعمل بطولات. تاني حاجه بالنسبه للعيبه، اللعيبه اللي الاهلي جابها كلها هي جايه تعمل تاريخ في الاهلي، مش انتوا يا حبايبي اللي جايين تعملوا تاريخ للاهلي. الاهلي عنده تاريخ وتاريخ كبير جدا. انت كلاعب هتلعب راجل في الملعب، انا هقف جنبك واشجعك، لكن هتهتم بحاجات تانية لا، اعذرني، مش الاهلي. عمالين تتكلموا ان انتوا عايزين تعدلوا العقود بتاعتكم، اعدلها لك ليه؟ عشان لعبت لي كام ماتش زمان كويسين اول ما جبناك؟ اعدل لك ليه عقودك دلوقتي؟ طب هو انت لو لعبت وحش هنزل عقودك تاني؟ اديتك مثلا مبلغ معين ولعبت لي وحش، هاجي اقول لك يلا ننزل المبلغ عشان انت لعبت وحش؟ ولا تقول لي لا انا ملتزم بالعقد؟ ايه ده؟ ايه التسيب وايه الاهمال اللي في اللعيبه ده؟ ليه؟ لان اللعيبه دلوقتي بقت مهتمه اكتر بالسوشيال ميديا، مهتمه بالسوشيال ميديا ومين قال عليه ايه ومين الاول ومين الثاني، لا انا الجمهور بيحبني اكتر، لا انا بيحبني اكتر، وحاجات تافهه كتير بقينا بنشوفها وما يتسكتش عليها. رسالتي بقى لجمهور الاهلي، يا ريت يبقى عندنا ثقافه الصبر شويه، نصبر. لازم حتى لو جبنا مدرب جديد لو ما خدش حتى بطوله في اول موسم ليه وباين انه بيعمل اداء كويس فنصبر عليه، ما نخليهوش خايف او نخلي اي حد، حتى في لعيبه بتبقى رجاله في الملعب بس مخوفينها. ليه؟ لازم ثقافه الصبر تتواجد شويه عند جمهور الاهلي. والحاجه الاخيره هدافع بيها عن جمهور الاهلي، بيقولوا علينا ان احنا ما عندناش ثقافه التعادل ولا الخساره، لا عندنا. لما بيكون اللعيبه رجاله في الملعب هتلعب راجل وشايفك فعلا كنت تستاهل تكسب وتعديت او خسرت، هقف في ظهرك وهشجعك وهرفعك السما كمان. هقول لك